خلي بالك وانت رايح تشتري ريسيفر جديد، يعني لازم تاخد بالك من شويه حاجات او شويه خطوات لازم تاخد بالك منهم وانت رايح تشتري ريسيفر جديد عشان ما تخسرش فلوسك. ايه الحاجات اللي تاخد بالك منها؟ اول حاجه لازم يكون الريسيفر فيه مدخل اتش دي، عشان دلوقتي الريسيفرات كلها او القنوات كلها دلوقتي بقت بجوده اتش دي، فحضرتك لو انت ملقتش مدخل اتش دي في الريسيفر ما تشتريهوش. تاني حاجه يكون الريسيفر مدعم، يعني الريسيفر ليه تحديث، التحديث بتاعه يكون موجود على طول متوفر، حتى لو بعد 10 سنين التحديث بتاعه موجود، عشان الترددات بتتغير فانت عايز تحدث الريسيفر بتاعك، فلو ملوش تحديث الريسيفر هيترمي. تالت حاجة لازم يكون عندك مداخل يو اس بي دي، شايف زي ما حضرتك شايف كده يكون في مدخل يو اس بي، عشان حضرتك عايز معاك فلاشة، عايز تشغل فرح، عايز تشغل اي حاجة، مثلا عايز تحدث الريسيفر، لازم يكون في مدخل يو اس بي دول. وطبعا الريسيفر بتاعنا بيدعم مدخل اتش دي وبيشتغل على التلفزيون.